طيب صباح الخير. هو مش صباح الخير قوي، هو انا صاحي بقالي حوالي ساعة ونص كده ولا حاجة. الساعة دلوقتي 6:15. المفروض النهارده رايح المستشفى، هيبقى عندي شوية شغل كده المفروض ان انا اخلصه، يا رب كده الحق كده اخلص مثلا كده على الساعة 12 ولا حاجة، وبعدين اقدر انه ارجع امنتج شوية حاجات واشتغل على شوية حاجات اخلصها، هيكون قبل ما نروح نجيب فيدو باشا من الحضانة. واحد هيسألني مين فيدو باشا؟ هقول لك هتعرفه قدام مش دلوقتي. سؤال تاني انا متوقع ان هو هيجيلي برضو، ايه يا عم اللي انت لابسه ده؟ انت لابس دب قطبي ولا ايه؟ والله هقول لك مبدئيا مالكش دعوة. ثانيا انا والله ما كنت اعرف ان هي انا طالبها من امازون، والمفروض كان شكلها كويس وكل حاجة. لما جت البيجامة دي، بص البنطلون عامل ازاي، البتاع عامل ازاي، تحس ان هي كده مش عارف فلافي كده، فليس ولا مش عارف ايه بيسموها ايه. بس الميزة فيها بغض النظر عن شكلها، الميزة فيها ان هي فعلا بتدفي، يعني في المكان اللي انا فيه بدرجة الحرارة اللي انا فيها البتاعة دي بتدفي جدا. طيب تعالوا كده اقول لكم النهارده هنعمل ايه. والله النهارده المفروض انه هيبقى يوم ان شاء الله، المفروض ان هو يكون قصير، يعني ما فيش فيه اكشن كتير يعني ولا حاجه. بس انا المفروض ان انا كمان شويه، يعني حوالي على الساعه 7 كده هصحي فيدو، هيروح الحضانه بتاعته، وبعد كده هطلع من بعد ما انا اوصله بالظبط هطلع على طول على المستشفى، واحاول ان انا اخلص بدري، وبعدين ممكن اروح الماركت اشتري شويه حاجات، ممكن اخدكم معايا، وبعد كده ممكن نخرج نمشي شويه برضو، نشوف اي حاجه جديده ممكن نعملها، وممكن ارجع اشتغل. عندي شويه شغل والله نفسي ان انا اخلصه، بس انا كل ما اطلع الاوضه لفوق اتقفل من الشغل، لان الاوضه مكركبه على الاخر. خرجت الحاجات كلها اللي موجوده في الدولاب ومحتاجه ان هي تترتب تاني، فمش عارف. خلينا كده نشوف كده ممكن نعمل ايه. هحاول برضو النهارده كده وانا في المستشفى، لو عرفت ان انا في وقت كده مفيش في حد حواليا، وعرفت ان انا اصور واتكلم اقول اي حاجه، نحاول نعمل كده برضو ان شاء الله ونشوف. طيب انا بعمل ايه؟ الفيديوهات اللي انا بعملها دي، الفلوجز اللي انا بعملها دي، عارف ان هي فكرة اتحرست مليون مرة قبل كده، ومليون سبب اتقال. اللي قالك انا بوثق حياتي، واللي قالك انا علشان لما اكبر يبقى اشوف انا كنت بعمل ايه وانا صغير، واللي يقولك علشان عيلتي تبقى تشوف انا بعمل ايه، واللي يقولك والله علشان تحط على اليوتيوب ويبقى كونتنت كريتور ويجيب من وراها فلوس والكلام ده. كلها اسباب منطقيه، وايا كان كل واحد له السبب بتاعه. انا بصراحه السبب بتاعي، يعني انا ممكن اقول لك كل الاسباب دول انا عايز اعملهم، مفيش اي مشكله، يعني الكلام سهل. ولكن صراحه انا بعمل الموضوع ده علشان انا عايز اخرج من دايره الطب باي شكل من الاشكال. يعني انا متعود طول عمري انه انا دايما في حاجه بعملها، يعني في حاجه بعملها دايما جنب الطب، وممكن بنسبه 50-50. يعني الحاجه اللي انا بعملها بره الطب مقارنة بالطب هي بنسبة 50-50. ده ممكن تكون حاجة أساسية، يعني نص يومي تكون بتعمل في الحاجة دي. فدايما عمري ما كنت بحس بضغط الكلية، مع ان انا افتكر والله ان انا حتى كنت في وسط ايام الامتحانات كنت ممكن اخلص امتحان واطلع على الشغل. كنت ممكن اخد مثلا اسبوع اجازه قبله، يعني عشان ابقى كومبليتلي يعني فاضي، ما بعملش اي حاجه تانية غير المذاكره. مش عارف احنا واقفين ليه من ساعتها، ما تيجوا نقعد. فبس كان دايما بيبقى في حاجه انا بعملها جنب المذاكره وجنب الكليه وجنب الشغل. فانا من زمان بعمل الحاجات دي كلها، بس دايما عندي الخجل والكسوف ان انا اطلع على الكاميرا وان انا اطلع ان انا اتكلم. فدايما كان اقصى محاولاتي ان انا كنت بعمل فويس اوفرز، سواء لفيديوهات انا كنت بعمل حاجه اسمها موشن جرافيكس وكده. فانا كنتش محتاج ان انا اطلع بصورتي، كنت بس مجرد ان انا يعني هطلع صوتي بس، والباقي كله انيميشنز وحاجات من كده بعملها على الكمبيوتر. وبعدين اللي حصل انه قعدت على الموضوع ده كتير، سنين كتير قوي ان انا بعمل نفس الموضوع ده، بس عمري ما كان عندي الجرأة ان انا اطلع قدام كاميرا وان انا اتكلم. فلما جيت بقى هنا ان انا اخد الجرأة ان انا اصور فيديوز، بس برضو ما يبقاش في دايركت كونتاكت ما بيني وما بين الكاميرا، هي مجرد بس كده زي فلوجز كده بعملها، ممكن بشكل اسبوعي او بتاع. هتلاقوا في كام فلوج كده معمولين على الشانل دي، ممكن اعمل عليها ساعات فويس اوفر ساعات يعني. مؤخرا قررت انه يعني no one cares، يعني حتى اقرب الناس ليك
في اللي انت هتكون بتعمله يعني بجانب الطب. يعني محدش مهتم، حتى لو حد شجعك من اهلك من عيلتك حد قريب منك هو مش مهتم. ولو فكرت فيها هي منطقية جدا، منطقية من ناحية انه كل واحد له اهتماماته. يعني لو انا بحب الفلوجز مثلا ان انا اتفرج على فلوجز، فانا ممكن اختي او اخويا هم ما يحبوش يعني ما يكونش هوايتهم ان هم يتفرجوا على فلوجز يعني. او حتى لو طبيعة الفلوجز اللي انا بتفرج عليها غير ممكن طبيعة حتى الفلوجز اللي اخواتي ممكن يكونوا بيتفرجوا عليه. فهم حتى لو انت قلت لهم انك انت بتعمل فلوجز يعني تمام حلو وخطوة كويسة وكمل، لكن اراهن ان هو في ظل تشتت السوشيال ميديا اللي احنا فيها دي انه ممكن يكمل اصلا الفلوج بتاعك للاخر ويتفرج عليك كواحد موجود على النت. انت واخد من وقته 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة ايا كانت مدة الفلوج اللي انت عاملها ايه. حاليا دلوقتي الربع ساعة دي انت ممكن تتفرج عليها على مليون ريل مثلا يعني، فمش هتكون حاجة انترستنج بالنسبة له يعني. طيب المفروض ان انا دقني كبيره ومفروض ان انا احلق دقني وكده، ولكن انا عندي مشكله كبيره قوي. انه انا عارف المصطلح اللي يقول لك بيتحسس سلاحه. انا في الوقت ده من اليوم دايما بتحسس سلاحي. بمعنى ايه؟ فيدو بيكون نايم عادة، هو خلاص يعني فترة الديب سليب بتاعته بتكون في بداية النوم بتاعه. من بعد الساعة 2 هو بيبتدي ان هو يقلق. ممكن ساعات من بعد الساعة 1 وساعات والله من بعد الساعة 11 يعني. بس يعني ممكن نقول اول 3 ساعات بحس ان هم دول الديب سليب بتاعه اللي بينام فيهم كويس الحمد لله يعني. وبعد كده من بعدها ممكن يبتدي ان هو يقلق. فانت لو منيمه مثلا يعني الساعة 8 هيجي عند الساعة 11 12 ممكن يبتدي ان هو يقلق. فأي صوت انت ممكن تعمله بعد الساعة 11 12 عواقبه هتكون وخيمة. بمعنى ايه؟ انه لو صحي انت خلاص مضطر انك انت تفضل قاعد جنبه طول الليل. يا فيلو احنا نايمين يا حبيبي، انا نايم، انا فعلا نايم، انا قمت وجيت لك وبتاع، فانا تعبان، انا عايز انام، عندي شغل الصبح. ففي الوقت ده من الصبح كل بقى ما احنا بنقرب بقى من الصبح اكتر كل ما لازم تكون حريص اكتر في اي حركة تعملها. طيب انا بقى لو انا شغلت ماكينة الحلاقة هو هيصحى. فخليني انه ايه ساكت وما اعملش اي صوت على قد ما اقدر لحد ما الباشا يصحى. وبعد كده نبقى ايه نحاول لو عندي وقت بقى ان انا ارجع. هيبقى عندي حوالي نص ساعة ممكن احاول ارجع. خليني اقول لكم ان احنا مؤخرا اللي عندنا المستشفى قررت ان احنا هنرجع نستخدم الماسك الفيس ماسك تاني زي ايام الكوفيد. تمام. علشان زيادة اعداد الحالات بتاعة الانفلونزا والفلو مش عارف ايه والحاجات دي كلها. استفندية باضت تترمى بقى. فعلشان الأعداد زادت ما بين المرضى حتى ما بين الدكاترة والتمريض والناس اللي بتشتغل في المستشفى، فبدأنا إنه إحنا لازم هنلبس الماسكات عشان نحافظ على العمل البشري، مفيش غيابات كتير تحصل. وكمان بلس انه المرضى في حالات دخلت اي سي يو بسبب الانفلونزا والكلام ده كله. فبدأنا ان احنا نلبس ماسكات تاني. الساعة دلوقتي بقت 36 دقيقة. هبدأ ان انا اصحي فيدو نلبسه ونجهزه للمدرسة. لحد دلوقتي لسه النور ما طلعش، لسه النهار ما طلعش. فدي حاجة كئيبة قوي. في الغالب انت بتروح الشغل والدنيا ضلمة وبترجع من الشغل والدنيا بتكون يعني 5 دي مثلا بتكون خلاص الدنيا بدأت تضلم برضه يعني. فالموضوع بيأثر جدا قوي على نفسيتك يعني. انا مضطر ان انا اسيب النور هنا مفتوح شوية علشان لما الباشا يصحى كده كده هننزل. تمام. الباشا لسه نايم. احنا دخلنا الأوضة. طيب الأوضة هنا مكركبة على الآخر. ليه؟ لأن أنا طلعت كل الحاجة اللي موجودة في الدولاب، طلعتها كلها على الأرض. ودي كراتين محتاجة تترمى والدنيا محتاجة تتظبط. فالدنيا قذرة جدا يعني. فعشان كده مش عارف ولا اشتغل ولا اصور ولا اعمل اي حاجة. ولكن اللي انا قررت ان هعمله دلوقتي نلبس ونجهز. في الغالب بقى هلبس السكراب على طول. نحاول نطبق ما يمكن تطبيقه. لسه لي بس الشراب. طبعا مش هعرف احطه جوه الدولاب لان الدولاب كله لسه عايز امسحه الاول قبل ما احط فيه اي حاجه. ابقى اعين الهدوم جواه. نجهز الاقلام بتاعتنا. بصوا القلم ده انا جايبه من مصر، بنسان او حاجه زي كده. بحبها لانه السن بتاعها نص، بيسموه نص ايه اللي هو نص لا ده 7، ده 0.7. والله اول مره اعرف ان هو 0.7.
هو 0.7 عامة يعني. عندي بقى مشكلة في الاي دي بتاعي، انه انا محتاج احطه. لو انا حطيته الدبوس لو انا حطيت الدبوس في السكراب بيسيب علامة. هو المفروض ان انا بكون حاطه في الاي دي البتاع، بس انا محبش البس اي حاجة على رقبتي بيبقى فيه راش بتطلع كده. سامحني يا سكراب، زي الفل كده اوي. وده تندون هامر. ومن ضمن الحاجات التانية اللي معايا التورش ده، البيبل اكزامينيشن والكلام ده كله. الاي دي بتاعي دايما موجود برضه فيه، فهو في الغالب البوكت ده هو اللي فيه كل حاجة يعني. كده يبقى احنا جاهزين انه الباشا اول ما يصحى نقدر ان احنا ننطلق. الحاجات اللي ملهاش لازمة بكده خلاص. الساعة بقت 6:55 قدامنا 5 دقايق ونطلع نصحي الباشا. حان الوقت نطلع نصحي الباشا. I could even get big if I get the light off for the floor. To the floor like that. Oh, broke off if I get big. Or I can get it. طيب يلا بينا عشان نلحق ما نتأخرش بالغدا. No, I اوكي can't touch the roof. Got the roof. خلاص بقى you touch it. Try me. يلا Itch it. I want 5 minutes. خلاص 5 minutes يلا. خد منه اللي انت ليه. فيدو صمم ان هو عايز يلعب 4 minutes خلاص 5 minutes. فيدو عايز يلعب 5 minutes وبعد كده هنبتدي نتحرك. طبعا حاسب ايدك يا بطاطا كده، ايدك هتوجعك. طبعا العربية من بره تلج حرفيا. بفتح الباب بالعافية، عربية تلج. محتاجين نعلي التكييف. طبعا بقى ربنا يسهل كده والدنيا والعربية تفك. الساعة بقت 7:55. أنا كنت متوقع إن أنا أوصل أصلا 7:55 يعني هناك. يعني كالعادة حاجات بتبقى غير متوقعة كده بتطلع في النص. عشان كده عملت حسابي وجبت معايا الشنطة. عشان الشنطة بتاعتي عشان لو لقيت نفسي اتأخرت فاطلع على طول على الشغل يعني. اتعملت يعني، بس يعني نبدأ نتحرك وعلى بال ما نمشي كده شوية تكون الدنيا ظبطت شوية. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشوارع دلوقتي بيبقى عليها حاجة اسمها بلاك ايس. البلاك ايس ده بيبقى هو التلج، هو مية بس لما بتتجمد فما بيبقاش سنو، ما بيبقاش لونه ابيض، بيبقى لونه نفس لون الاسفلت. فانت تمشي تلاقي نفسك وتروح تزحلقه بنت لذينه بعدها تحرم بقى انك تمشي اصلا في الشارع يعني. طيب احنا كده وصلنا المستشفى. الساعة دلوقتي 8:15. الساعة لسه الدنيا لسه يعني بادئة لسه تنور يعني إلى حد ما، مش قوي بس يعني يلا شغال. اما نشوف. طبعا زي ما قلنا الأرض بتزحلق وربنا يستر وما نتزحلق لناش كده زحلقة حلوة. بتزحلق والله. انا كده هقع. طبعا هنا في الوقت لما بيكون الدنيا شتاء، او قصدي الدنيا لما بتكون تلج كده وايسي شويه، بيقوموا رايحين يرشوا الملح على الارض علشان الملح بيساعد ان هو يدوب البلاك ايس ده والناس ما تتزحلقش. خلصنا بعد يوم طويل
أخيرا. والواحد من الصبح بره وما اكلتش غير البتاع اللي انا اكلتها الصبح دي وخلاص. انتوا عارفين اسوأ حاجه في الشغل ايه؟ انا دلوقتي بعمل كده روتيشن كده، بس يعني في الغالب مش بعمل يعني حاجه قوي بايدي يعني زي ما انا متعود. فكونك انت ما بتعملش حاجه بنفسك وبس يعني زي شادوينج كده او اوبزرفنج، بس ما بتعملش حاجه تانية، بتحس ان بتعب بسرعه. يعني بتعب بسرعه. انا في اليوم العادي لو انا شغال عادي مش ما بتعبش كده، يعني ممكن اشتغل من 8 ل 10 ساعات ما بتعبش. النهارده مثلا من امتى؟ انا من الصبح مثلا من الساعه 8، ومثلا بدأنا 9 مثلا، من 9 ل2، بس من 9 ل2 واقفين على رجلينا، يعني ما قعدناش ولا عملنا اي حاجه، بس لان انا مش اكتف، مش انا اللي بليد الموضوع نفسه، فحاسس ان هبطان وتعبان، فمحتاج ان انا اروح البيت اكل اي حاجه وبعدين نشوف بقيه اليوم هنعمل ايه. طبعا واضح ان حواليا الشمس طالعه. هو الشمس فعلا طالعه بس عامله زي لمبه التلاجة يعني. آه تفتح التلاجة تلاقي في لمبة منورة وكلها، بس ما بتدفيش. هي الشمس برضو طالعة وفقعة، ويعني في عينيك تحس انك انت مش شايف. بس هي حرفيا الجو تلج يعني ما ندفيش. تقول لي انت لابس نص كم ليه؟ براحتي، انا لابس نص كم يعني انا حتى لو لابس جاكيت هبقى سقعان برضو، فمش فارقة، هي سقعة بسقعة. طبعا ببص ورايا عشان النقطة العامية، ولا اسمها بيسموها النقطة العامية باين اوريكو انا يعني عامل عيني من الشمس ازاي، يعني عامل كده. يعني انا عامل كده علشان الشمس جامدة. هي جامدة بس شكلا كده يعني، ولكن فعلا وتأثيرا وإفكتا يعني مفيش. شوف الشمس عاملة زي الواحد بيعمل كده. كل الناس حتى اللي حواليا ماشيين عاملين كده، مغمضين عينهم كده كده، بس ما ولا أي بتنجان. اللهم بالتلاجة محتاج أغير ونشوف بقى إيه هنعمل إيه. الحمد لله كلنا. جه وقت بقى إيه إن إحنا نشرب النسكافيه بتاعنا. طيب اللبن خلص ومحتاج ان انا اروح اجيب لبن. طيب اللي حصل انه انا رحت جبت اللبن ونسيت ان انا اصور عشان مش متعود ان انا اصور، فمش مشكلة يعني، جبنا اللبن وخلاص. ده المهم. جبنا كمان الكوفي والكوفي والكوفي والكوفي، بس انا بجيب مثلا مخزون مثلا ممكن تقول شهرين، الله اعلم، تقريبا شهرين حاجة زي كده كده تقريبا يعني. معظم اليوم خلص، ما عادش في حاجة قوي ايه هتتعمل، هيبقى بقية اليوم تقريبا انا بس محتاج ان انا اروح اجيب فيدو من الحضانة ونحضر له الاكل ونقعد نلعب معاه شويه وبتاع، وبعدين يجي وقت النوم فنيمه واكون انا هبطت وخلاص مش قادر ان انا اعمل حاجه. ويوم تقريبا يعني ما عملتش فيه حاجه قوي مهمه قوي يعني، بس يعني الى حد ما الحمد لله اشتغلنا
وجبنا كام حاجة كده كان ناقصانا من السوبر ماركت وبس، والدنيا تمام. طبعا حاسس ان انا ما شربتش ميه النهارده كتير، فحاسس ان انا dehydrated قوي. فيا جماعه اشربوا ميه، ما تنسوش نفسكم، ما تعملوش زيي، ما تنسوش نفسكم. طيب انا قررت اعمل حاجه المنتظره من زمان. قررت انه هحاول ارتب الاوضه على قد ما اقدر قبل ما اروح واجيب فيدو. آه توكلنا على الله. محتاجين نطلع الحاجات الاول اللي جوه الدولاب، وبعد كده ننضفه، وبعد كده نحط الحاجات تاني. انا مش عارف اطلع ايه ولا ايه والله العظيم. الدنيا كلها مدربكه خالص. بس انا نضفت الرف اللي فوق، فايه كان نحط الحاجات دي هنا، نحاول نشيل الباقي. طيب تقريبا عملنا مثلا 20% من الأوضة على الأقل. ايه معظم الحاجات اللي كانت هنا دي اتشالت، تمام، اتحطت في الدولاب. لسه بقى شوية الكراتين دي محتاج اشوف ايه المهم اللي فيها وايه اللي مش مهم عشان يترمى. وهنا باقي الكركبة دي برضو في حاجات محتاجة تتعان وحاجات مش عارف لأ. بصوا الساعة دلوقتي 5 والدنيا ضلمة بالشكل ده. فيعني الواحد بيصحى ويروح الشغل والدنيا ضلمة، ويرجع والدنيا ضلمة. أنا بالنسبة لشغلي فيعني في معظم الأوقات ببقى أنا بشتغل نايتس وبشتغل حاجات افترنون وحاجات، يعني حاجات مش دايما، يعني شغلي دايما مش من الصبح، مش من الساعة 8 أو 9 الصبح. يعني ممكن يوم مرة كده في الأسبوع يبقى 8 الصبح، بس بقية الوقت ما بشتغلش من الصبح يعني. فساعات ممكن استمتع شوية بضوء النهار، انما بقية الناس اللي هم شغلهم بقى من 8 ل5 ولا من 9 ل5 دول بجد والله الله يكون في عونهم يعني. طيب الساعة دلوقتي حوالي 5:30 و5. المفروض ان انا ابتدي اتحرك علشان اروح اجيب فيدو، وفي الغالب بعد ما اجيب فيدو رأيي بقى ان انا خلاص كده انهي الفلوج عشان الحق امنتجه النهارده ان شاء الله وانزله. واشوفكم بكره ان شاء الله في فلوج جديد. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.